اهلا بيكم. بيبدأ فيلمنا النهارده في تايلاند مع كورت وهو رايح لمكان اسمه معبد النهر، وبنعرف ان المعبد ده عايش فيه شخص اسمه تونج بو، وبيكون تونج بو عايش في المعبد ده ومخصصه لتعلم فنون الدفاع عن النفس. وبيوصل كورت للمعبد وبيقابل شخص اسمه كاتي وبيطلب منه انه يقابل المعلم تونج بو، لكن كاتي بيرفض وبيقفل الباب في وشه، لكن كورت بيطلع له فلوس وبيقول له انه جاي يتدرب، فبياخد منه كات الفلوس وبيدخله للمعبد، لكنه بيقول له انه لازم يثبت كفاءته عشان المعلم تونج بو يوافق بيه. وبيهجم كاتي عليه وبيدخل الاتنين في قتال مع بعض عنيف، وبيقدر كاتي انه يدغدغ كورت، لكن كورت بيستجمع قوته وبيضربه بالرجل في صدره فبيطيره لبعيد. وفي اللحظة دي بيتدخل شخص تاني اسمه ستورم، وبنعرف ان الشخص ده التاني بعد المعلم تونج بو، وبيهجم ستورم على كورت عشان يختبره، وبيقدر ستورم بحركتين بس انه يقضي على كورت وبينيمه على الارض، لكنه بيكون معجب بمهارته وعشان كده بيطلب منه انه يفضل قاعد معاهم. وبعدها بيروح كورت يغسل الهدوم بتاعته مع كاتي اللي بيستغل انشغال كورت وبيسرق المحفظة بتاعته، لكن كورت بيشوفه وبيطلب منه انه يرجع المحفظة مكانها، فبيتحرك كاتي وبيرجع المحفظة لشنطة كورت وبيطلع الفلوس اللي اخدها منها من جيبه عشان يرجعها تاني للمحفظة، لكن كورت بيبتسم وبيطلب منه انه يحتفظ بالفلوس. وبالليل بيقعد كورت ياكل مع باقي المتدربين في المعبد، وبعد الاكل بيجمعهم مساعد المعلم تونج بو في الساحة وبيبدأ يتكلم معاهم عن قوة تونج بو الخارقة. وفجأة بيخرج تونج بو من غرفته وبيقرب من تمثال ضخم في الساحة وبيكسره بخبطتين بس من ايده، وده بيخلي كل اللي موجودين مبهورين بيه. وبعدها بيسألهم المساعد مين فيهم يقدر انه يتحدى المعلم تونج بو في قتال، لكن كل اللي موجودين بيكونوا خايفين لانهم عارفين انهم لو واجهوا تونج بو هيتدمروا زي التمثال ما اتدمر. وبعد كده بيبدأ المتدربين يواجهوا بعض، وبيبقى المعلم تونج بو قاعد يتفرج عليهم وهو مستمتع. وبعد ما بيخلصوا بيرجع المعلم تونج بو لغرفته مرة تانية وبيطلب منهم انهم يناموا عشان يريح عضلاتهم. وبعد ما بينام كل المتدربين بيقوم كورت وبيتسحب لغرفة المعلم تونج بو وبيكون معاه مسدس، لكن تونج بو بيبقى صاحي وبيقول له ان اخوه كان مقاتل شجاع وقوي، لكن هو مجرد شخص جبان لانه جاي يقتله وهو نايم. وبعدها بيهجم المعلم تونج بو على كورت وبينزل فيه ضرب لحد ما بيغمى عليه، وبنرجع بالزمن 3 شهور ورا وبنشوف كورت وهو بيحتفل بانتصار اخوه إيريك في بطولة العالم في الكيك بوكس. وفي الوقت ده بتيجي واحدة اسمها مارسيا وبتهني إيريك على انتصاره، وبنعرف ان مارسيا مروجة للقتالات الغير شرعية وكانت جاية عشان تقنع إيريك انه يشارك معاها في القتال، لكن إيريك بيقول لها ان كورت اخوه هو مدير اعماله وهو الشخص اللي في ايده يوافق او يرفض العرض بتاعها. فبتقول مارسيا ان عندها مباراة في تايلاندا وان المباراة دي مش هيكون فيها قواعد او حكم وهيعتمد الفوز فيها على المهارة والقوة والذكاء. فبيتوتر كورت وبيرفض ان اخوه يشارك في مباراة زي دي، فبتضحك مارسيا وبتديهم ظرف فيه 200,000 دولار وبتقول لهم انهم هياخدوا نفس المبلغ ده عند الانتصار ده غير طبعا الشهرة اللي هياخدها إيريك لو انتصر في مباراة ضد الوحش التايلاندي تونج بو. وهنا بيتحمس إيريك وبيقول لها ان الفلوس جت في وقتها، وده لانه بيخطط انه يكبر الجيم بتاعه ويشتري معدات واجهزة جديدة، لكن كورت بيتدخل في الكلام وبيطلب من مارسيا وقت عشان يفكر هو واخوه في العرض بتاعها. وبعدها بيقعد كورت هو واخوه مع بعض وبيحاول كورت انه يخلي اخوه يرفض العرض بتاع مارسيا، لكن إيريك بيكون مصمم انه يشارك في المباراة عشان يكبر شغلهم وكمان يعملوا لنفسهم اسم وشهرة. فبيقول له كورت انه هيواجه تونج بو اشهر مقاتل في تايلاندا بل في العالم كله، واللي معروف عنه الشراسة في القتال، وان اي حد بيواجهه بيبقى مصيره الموت. فبيتعصب إيريك من كلام اخوه وبيقول له انه يقدر يواجه 10 من نوعية تونج بو وبيسيبه ويمشي. وبعد كام يوم بيجي الكورت جواب من إيريك اخوه، ولما بيفتح الجواب بيلاقي فيه الميدالية الذهبية بتاعت اخوه وتذكرة سفر لتايلاندا. فبيتعصب كورت جدا لكنه بيقرر انه يروح عشان يبقى جنب اخوه في المباراة. وفي نهاية الاسبوع بيسافر كورت لتايلاند عشان يحضر المباراة بتاعت اخوه، ولما بيوصل للمكان اللي هيتلعب فيه المباراة بيشوف اخوه وهو بيواجه البطل التايلاندي تونج بو، واللي كان ماسك إيريك عجنه ضربه حرفيا كان مسففه التراب. وبيقعد كورت يشجع اخوه مع الجمهور وبيطلب منه انه يتشجع ويهزم تونج بو، وفعلا بيتحمس إيريك من كلام اخوه وبيهجم على تونج بو بكل قوته، لكن ضرباته ما كانتش بتأثر في جسم تونج بو اللي كان ثابت على الارض زي الحجر. وفجأة بيمسك تونج بو رقبة إيريك وبيفضل يخنق فيه لحد ما رقبته بتتكسر في ايده. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة للمكان وبيضطر تونج بو هو وكل الجمهور انهم يهربوا عشان ما يتقبضش عليهم. اما كورت فبينزل للحلبة وبيحاول انه يفوق اخوه، لكنه للاسف بيلاقيه مات، فبينهار وبيقعد يعيط على جثته. وبعدها في قسم الشرطة بتقعد المحققة لوي مع المحقق واتونا وبتقول له ان اللي حصل ده جريمة وانهم لازم يقبضوا على اللي نظم المباراة دي، لكن واتونا بيقول لها انهم ما يعرفوش مين اللي نظم المباراة دي وعشان كده القضية هتتأيد ضد مجهول. فبتتعصب لوي من سلبيته وبتسيبه وتمشي، وبتروح لوي على المشرحة وبنشوف ساعتها كورت وهو قاعد يعيط على جثة اخوه، وبتيجي مارسيا للمشرحة وبتعزي كورت في وفاة اخوه، لكن كورت بيتعصب وبيهجم عليها وبيقول لها ان كل
اللي حصل لهم ده بسببها، لكن الحراس بيضربوا وبيبعدوا عنها، وبتروح بعدها مارسيا تبوس جثة إيريك وبتمشي على طول. وفي تاني يوم بيروح كورت مع شرطي للمدرب بتاع أخوه واللي بيكون اسمه دوراند، وبيسلم دوراند ظرف فيه فلوس لكورت وبيقول له ان ده باقي حساب اخوه. فبيساله كورت هو ليه خلى اخوه يروح يواجه الملاكم التايلاندي، فبيقول له دوراند انه شغال مدرب بس ومش مسؤول عن اختيارات حد. فبيشتمه كورت وبيقول له انه ما دربش اخوه كويس. فبيزعق له الشرطي اللي معاه وبياخده عشان يروح المطار، وفي المطار بيعرف الشرطي كورت ان لو رجع لتايلاندا مره تانية هيتعرض للسجن. فبيسمع كورت كلامه وبيوعده انه مش هيرجع لتايلاندا مره تانية، وبعدها بيركب الطياره وبيمشي. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف كورت بعد ما فاق وبيلاقي قدامه مساعد المعلم تونج بو اللي بيقول له انه خاين وانهم كانوا على استعداد انهم يرحبوا بيه ويقبلوه كمتدرب وسطهم، لكنه كان غبي ودنس المكان المقدس ده بنيته السيئه. وبعدها بينادي على الشرطه اللي بتيجي وبتقبض على كورت، لكن بتيجي المحققه لوي وبتطلب من الشرطيين انهم يسلموها كورت لانه شاهد مهم في القضيه بتاعتها، وبتاخده وبتمشي. وفي اللحظه دي بيطلب مساعد تونج بو من واحد من المتدربين انه يراقب المحققه عشان يعرفوا هي واخده كورت ورايحه بيه على فين. وفي الطريق بتقول لوي لكورت انها حاسه باللي هو فيه، لكن اللي هو عمله ده هيصعب التحقيق في القضيه، خصوصا انه الشاهد الوحيد فيها. وفجاه بيهجم مجموعه من المجرمين على عربيه المحققه لوي عشان يقتلوها، وبينزل كورت ولوي من العربيه وبيدخلوا معاهم في قتال عنيف، وبيتمكن المجرمين انهم يمسكوا لوي وبياخدوها وبيحاولوا انهم يهربوا بيها. وبيطارد كورت المجرمين وبيقدر انه يحرر لوي منهم وبياخدها وبيهرب بسرعه من المكان. وبيروحوا هما الاتنين للمدرب دوراند وبتطلب منه لوي انه يخلي كورت قاعد معاه كام يوم، وده لانه مهدد بالسجن. وبعدها بيطلب كورت من دوراند انه يدربه على الملاكمه التايلانديه، وده عشان يقدر ينتقم من تونج بو. لكن دوراند بيرفض وبيقول له انه فشل مع إيريك ومش هيقدر يتحمل انه يفشل مره تانية، لكن كورت بيقول له انه لازم يدربه لانه مش هيقدر يعيش حياته والشخص اللي قتل اخوه لسه عايش. فبيطلب منه دوراند انه يقتله عشان يثبت مهارته، وبيوافق كورت وبيهجم على دوراند، ولكن قبل ما يقرب منه بيضربه دوراند باليد في صدره وبيرزعه بالرجل وبيرميه بعيد. لكن كورت مش بيستسلم وبيقوم يهجم على دوراند للمره الثانيه، لكنه برضه بيفشل وبينهزم على ايد دوراند وبيقع على الارض. لكن برضه كورت مش بيرضى انه يستسلم وبيهجم على دوراند مره ثالثه، لكن في المره دي بيمسكوا دوراند من رقبته وبيخنقه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيستسلم كورت. ولما بيشوف دوراند عزيمه كورت القويه بيوافق انه يدربه، وبيعرفه انه هيتدرب كل يوم من الساعه 5 الصبح لحد نهايه اليوم، وان ممنوع طول فتره التدريب انه يشرب قهوه او يرتاح. وبالليل وكورت نايم بيهجم دوراند عليه وبيكتفه في السرير وبيجيب عصايه حديد وبيفضل يضرب كورت بيها عشان يخدر اعصابه. وفي تاني يوم بيصحى كورت الساعه 5 الصبح وبيبدا يتدرب تدريبات مرهقه وعنيفه، زي انه يجري وهو بيجر حاجات تقيله، وكمان بيشيل اوزان تقيله عشان يقوي عضلاته ويتدرب باستمرار على الضربات والركلات. وكمان بيشيل دوراند وبيجري بيه، وبيجبره دوراند انه يبدل بالعجله في قلب الميه، وده عشان يقوي عضلات رجله. وكان كل ما كورت يتعب من التدريب ويطلب من دوراند انه يرتاح، كان دوراند بيضربه وبيقول له ان الراحه الوحيده اللي مسموح له بيها هي انه يموت او ينزل قبره. وفي يوم بتروح لوي عشان تطمن على كورت، وهناك بيعترف لها كورت انه معجب بيها، وبيقربوا هما الاتنين من بعض وبيدخلوا في علاقه. وبيستمر كورت في التدريبات المرهقه كل يوم لحد ما بيجي في يوم وبيقول لدوراند انه بقى جاهز لمواجهه تونج بو. فبيقرر دوراند انه يهجم عليه عشان يختبره، وفعلا بيقدر كورت انه يصد كل ضربات دوراند. وهنا بيتاكد دوراند ان كورت بقى مستعد للمرحله الثانيه من التدريب. وفي نفس اليوم بالليل بيروحوا هما الاتنين لحانه، وهناك بيشوفوا شخص قوي جدا لدرجه ان مفيش حد في الحانه قادر انه يقف قدامه. وفي اللحظه دي بيأمر دوراند كورت انه يقاتل الشخص ده عشان يعرف اذا كان جاهز ولا لا، لكن كورت بيكون خايف من قوه الشخص وبيقول لدوراند انه مش هيقدر يقف قدامه. فبيقول له دوراند انه تونج بو اقوى 100 مره من الشخص اللي هو خايف منه ده، وان لو ما هزمهوش مش هيكون ليه اي فرصه قدام الوحش تونج بو. فبيقتنع كورت بكلامه وبيدخل في قتال ضد الشخص ده. وفي البداية بيكون خصم كورت متفوق عليه وبيسدد له ضربات مميتة، لكن كورت بيتخيل ان الخصم بتاعه هو تونج بو اللي قتل اخوه. وفي اللحظة دي بيتشجع وبيهجم عليه، لكنه برضه بيفشل في هزيمته، وبيفضل خصمه يضرب فيه لحد ما كورت كان هيموت في ايده. وفي اللحظة دي بيتدخل دوراند وبيضرب المقاتل وبيقدر انه يتغلب عليه في ثواني، وبياخد كورت وبيمشي. ولما بتعرف لوي باللي حصل بتروح بسرعة تطمن على كورت وبتزعق لدوراند وبتطلب منه انه يبعد هو وكورت عن المشاكل. وبيوصل كاتل بيت دوراند وبيقابل كورت وبيعرفه انه انطرد من المعبد وجاي عشان يتدرب معاهم. فبيتدخل دوراند في الكلام وبيطلب من كورت انه يسيبهم لوحدهم،
ولما بيمشي كورت بيقول دوراند لكاتي انه عارف هو جاي ليه وانه شغال جاسوس لتونج بو، فبيتريق كاتي على دوراند وبيقول له انه كان لازم يدرب إيريك بشكل افضل، وان كورت مصيره هيبقى زي مصير اخوه لو فكر انه يتحدى المعلم تونج بو. فبيتعصب دوراند وبيهجم عليه وبينزل فيه ضربه وبيتمكن من هزيمته بكل سهوله. وفي اللحظه دي بيعترف كاتي لدوراند انه فعلا جاي يتجسس عليهم، فبيرد دوراند عليه وبيقول له انه بقى دلوقتي شغال لحسابه هو وكورت، وانه هينفذ كل اللي هيأمره بيه، وانه لو فكر بس انه يخونه هيبقى مصيره الموت. وفي تاني يوم بيبدأ كاتي يتدرب مع كورت وبيبدأوا هما الاتنين بالمبارزة بالسيوف، وبيستمروا هما الاتنين في ممارسة التدريبات العنيفة والمرهقة لحد ما مستواهم بيتحسن. وبيتعلم كورت من دوراند ازاي يتفادى حركة الاستسلام اللي دايما بيعملها تونج بو في خصومه واللي اتمكن بيها من هزيمة اخوه وقتله. وبيستمر كورت في التدريب لحد ما بيوصل لمستويات عالية جدا من التركيز والقوة، وبيتمكن من تكسير العصيان الخشب وثمار جوز الهند باستخدام ايده بس. وفي نهاية فترة التدريب بيقول دوراند لكورت ان لو خايف يموت في مواجهة تونج بو يبقى يعمل حسابه انه هيموت، وده لان الخوف هو العدو الاقوى لاي انسان. وبيعرفوا انه مش هيقدر يستحمل ان حد تاني من اولاده يموت على ايد تونج بو، فبيطمنوا كورت وبيوعدوا انه هيهزم تونج بو عشان يرجع حق اخوه اللي مات. وبيروح كورت المعبد النهر اللي عايش فيه المعلم تونج بو، وهناك بيبدأ يزعق وينادي على المعلم تونج بو بأعلى صوته عشان يطلع يواجهه، وبيهجم المتدربين عليهم وبيدخلوا معاه في قتال عنيف، لكن بيقدر كورت انه يهزمهم كلهم. وبيخرج تونج بو من غرفته وبيسأل كورت هو عاوز ايه منه، فبيرد عليه كورت وبيقول له انه بيتحداه في قتال. فبيضحك تونج بو وبينادي على ستورم وبيطلب منه انه يخلص على كورت، وبيهجم ستورم على كورت وبيبداوا هما الاتنين يقاتلوا بعض، وبيبقى ستورم واثق انه هيهزم كورت زي ما هزمه قبل كده، لكن كورت بيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيقع على الارض وبيغمى عليه. فبيضحك تونج بو اكتر وبينادي على مقاتل تاني وبيطلب منه انه يتخلص من كورت، فبينفذ المقاتل الأوامر وبيهجم على كورت وبيدخل معاه في قتال شرس. وفي بداية القتال بيقدر المقاتل انه يضرب كورت اكتر من ضربة بتخليه يدوخ ويقع على الارض، لكنه بيستجمع قوته بسرعة وبيهجم عليه وبيقدر انه يهزمه هو كمان. وفي اللحظة دي بيضحك المعلم تونج بو بصوت عالي وبيكون فرحان بالمهارات اللي اكتسبها كورت وبيوافق انه يدخل معاه في قتال. وفي الوقت ده بتكون الشرطة بتتجسس عليهم في المعبد، وبيعرفوا ان كورت هيواجه تونج بو في مباراة قريب عشان ينتقم لاخوه. وبيوصل الخبر للمحققة لوي اللي بتتعصب جدا لانها بتبقى خايفة على كورت. وفي نفس الوقت بيكون المحقق واتونا مع مارسيا في العربية بتاعتها وبيعرفها ان الشرطة بتراقبها وهيتحركوا قريب عشان يقبضوا عليها، لكن مارسيا مش بتخاف وبتقوله انه افضل وسيله للدفاع هي الهجوم. ولما بيحاول واتونا يعرف هي تقصد ايه بتقوله انه هيعرف قريب. وفي نفس اليوم بالليل بتهجم المحققه لوي هي ورجالتها على المكان اللي فيه مارسيا عشان تقبض عليها، لكن مارسيا بتبقى عامله لها فخ وبتبعت لها ناس عشان يقتلوها، لكن لوي بتقدر انها تخلص على القتله وتخرج من المكان وهي على قيد الحياه. وفي تاني يوم بتروح لوي وهي ورجالتها لكورت ودوراند وبتقبض عليهم وبتحبسهم عشان كورت ما يروحش المباراه. ولما بيعرف المحقق واتونا باللي هي عملته بيروح ليها وبيطلب منها انها تخرجهم بسرعه لانهم ما عملوش حاجه، لكن لوي بترفض وبتعرفه انها تعرف بعلاقته بمارسيا وان هو اللي بلغها بانهم بيراقبوها، وبتطلب منه انه ما يتدخلش في الموضوع ده عشان ما تفضحوش وتقدم فيه شكوى للوزاره. وبعد كده بيروح الحارس للزنزانه اللي محبوس فيها كورت ودوراند عشان يطمن عليهم، لكن بيتفاجئ بان كورت مش موجود. وبيفتح الباب وبيسال دوراند عن مكان كورت، لكن فجاه بينزل عليه كورت من السقف وبيضربه لحد ما بيغمى عليه. وبيهربوا هما الاتنين من الزنزانه، وفي طريقهم للخروج من القسم بيهجم عليهم الضباط والعساكر وبيحاولوا انهم يوقفوهم، لكنهم مش بيعرفوا، وده بسبب مهاره كورت ودوراند العاليه. وبالليل بيروح كورت ودوراند للمكان اللي هتقام فيه المباراه، وبيكون هناك عدد ضخم من الجمهور اللي جاي عشان يشجع تونج بو. وبتبدا مارسيا هي والمساعد بتاعها يجمعوا الرهانات من الناس، وقبل المباراه ما بتبدا بيطلب دوراند من كورت انه يركز على الفوز، وبيفكروا ان الملاكمه التايلانديه بتعتمد على الذكاء قبل القوه. وبتبدا الجوله الاولى وبيعرف الحكم الجمهور ان المباراه مش هتنتهي غير بموت واحد من المقاتلين، وبيرن جرس البدايه وبيهجم كورت على تونج بو وبيبدا يضرب فيه، لكن ولا ضربه من ضرباته بتاثر في تونج بو اللي بيكون ثابت زي الصخره، وبيضربوا ضربه قويه بتوقع كورت على الارض. وبسرعه بيقوم كورت من على الارض وبيحاول يهجم من تاني على تونج بو وبيسدد له اكتر من ضربه، لكنه بيتمكن من صد كل الضربات دي وبيخبطه باليد في صدره وبيوقعه على الارض. وبيخاف دوراند جدا على كورت اللي بيبقى واضح جدا ان تونج بو هيهزمه. وبيستمر القتال في الجوله الاولى، وبيبقى تونج بو مسيطر بشكل كامل على كورت وماسح بيه ارضيه الحلبه. وبتنتهي الجوله الاولى وبيبدا دوراند يتكلم مع كورت ويشجعه وبيطلب منه انه يركز اكتر ويحاول يلاقي اي نقطه ضعف عند تونج بو. اما تونج بو فبتشاور له مارسيا
وبتطلب منه انه يهدى على كورت عشان تقدر تجمع رهانات اكتر، وبيرن جرس الجوله الثانيه وبيحط كل واحد فيهم ازاز على ايده عشان يقتل التاني بيه. وبتبدا الجوله بتونج بو وهو بيحاول يضرب كورت، لكن كورت بيقدر انه يتفادى الضربه، وبيحاول كورت انه يضرب تونج بو بالرجل، لكن تونج بو بيمسك رجله وبيفضل يضربه لحد ما بيوقعه على الارض، وبيفضل تونج بو يضرب فيه لحد ما كورت بيتعصب وبيقدر انه يصيب بالازاز في بطنه، وده بيخلي تونج بو بيتعصب وبيهجم على كورت وبينزل ضرب فيه لحد ما بتنتهي الجوله الثانيه لصالحه. وبيروح دوراندي يتكلم مع كورت اللي بيكون اصابه بالاكتئاب بسبب ان ضرباته مش بتاثر في تونج، وبيقول له ان تونج بو مش وحش ولكنه شخص عادي بيصاب وبينزف زيه، وبيطلب منه انه يدخل للحلبه ويخلص عليه ويرجع حق اخوه اللي اتقتل على نفس الحلبه. وبتوصل المحققه لوي للمكان وبتسيطر عليه هي ورجالتها وبتقبض على مارسيا، وبتبقى ناويه انها تقبض على تونج بو وكورت هم كمان عشان تنهي المباراه، لكنها لما بتشوف حاله كورت بترفض انها تنهي القتال وبتسيبهم يكملوا. وبتبدا الجوله الاخيره وبيستلم كل واحد فيهم سيفين وبيهاجم الاثنين على بعض، وبيقدر تونج بو انه يوقع كورت على الارض وبيجرحه بالسيف في صدره، لكن كورت مش بيستسلم وبيهاجم هو كمان بكل قوته على تونج بو وبيجرحه في ايده، فبيتعصب تونج بو جدا وبيهاجم على كورت وبينزل فيه ضرب لحد ما بيوقعه على الارض، لكن كورت بيمسك السيف من على الارض وبيحدفه على تونج بو وبيجرحه في وشه وبيخترق السيف الحلبه. وهنا بيتعصب تونج بو اكتر وبيمسك كورت وبيعمل له حركه الاستسلام اللي قتل بيها اخوه، لكن كورت بيقدر انه يفكها وبيهجم بعدها على تونج بو وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيوقعه على الارض. وفي اللحظه دي بيعجب الجمهور بكورت وبيبداوا يشجعوه، وده بيخلي كورت يتحمس وبيهجم على تونج بو بكل قوته لحد ما بيتمكن من هزيمته، لكن تونج بو مش بيعترف بالهزيمه دي وبيهجم على كورت وبيفكروا ان المباراه بتاعتهم مباراه موت، وبيمسكه وبيحاول انه يذبحه بالسيف اللي اخترق الحلبه، لكن كورت بيقدر انه يفك نفسه وبيذبح تونج بو بالسيف، وبكده يبقى كورت قدر انه يحقق هدفه ويهزم الوحش التايلاندي تونج بو ويرجع حق اخوه إيريك. وفي تاني يوم بيركب كورت مركب مع لوي حبيبته وبيقرر انه يبدا حياه جديده معاها في تايلاندا وما يرجعش لبلده تاني. ولحد هنا بيبدا الجزء التاني من الفيلم بالكورت والمحققه لوي، واللي بنعرف انهم اتجوزوا وبنشوفهم وهما الاتنين بيرقصوا في القطر وعايشين حياتهم، وفجاه بتهجم عليهم عصابه وبتحاول انها تقتلهم، فبيهجم كورت عليهم وبيدخل معاهم في قتال عنيف، لكنهم بيتمكنوا من خطف مراته، وبيتجمع افراد العصابه على كورت وهم معاهم اسلحه عشان يقتلوه، لكنه بينجح في تفادي ضرباتهم وبيخلص عليهم كلهم. وبعدها بيطلع فوق القطر عشان ينقذ مراته من الاتنين اللي خطفوها، لكنهم للاسف بينجحوا في انهم ينتصروا عليه وبيرموه من فوق القطر فبيقع في النهر وبيغمى عليه، وبيظهر بعدها ان كل ده كان حلم كورت بيحلم بيه، وبيصحى كورت بسرعه وبيلاقي نفسه في الحلبه وفي ملاكم نازل فيه ضرب، فبيفتكر ساعتها انه كان بيلعب مباراة النهائية في كاس العالم للفنون القتالية المختلطة، والمقاتل اللي قدامه ضربه بالبوكس فاغمى عليه، وبيهجم كورت على المنافس بتاعه وبيوقعه على الارض وبيعمل له حركة الاستسلام اللي علمها له دوراند، وده بيخلي المقاتل اللي قدامه يستسلم وبيفوز كورت. وبعد الماتش بيقعد كورت مع مراته لوي واللي بتبقى بتعالج جروحه، وبيحكي لها كورت عن الحلم اللي بيحلم بيه باستمرار، فبتطمنه لوي وبتوعده انها عمرها ما هتبعد عنه ابدا. وفي تاني يوم بيسافروا وهما الاتنين على بانكوك عشان يقضوا اجازتهم، وبتخرج لوي عشان تزور اصحابها، وبيفضل كورت قاعد لوحده في اوضه الفندق وبيدخل يستحمى، ولما بيخرج بيتفاجئ بوجود شخصين بيقولوا له انهم مناديب من الشرطه الامريكيه، وبيعرفوه انهم جايين يقبضوا عليه وده بسبب جريمه القتل اللي ارتكبها زمان. وبيفتكر ساعتها كورت مباراته مع المعلم تونج بو واللي انتهت بانه قتله عشان ينتقم لموت اخوه إيريك، وبيقول لهم انه ارتكب الجريمه دي بهدف الدفاع عن النفس لان تونج بو كان هيقتله، لكنهم مش بيهتموا بكلامه ده وبيكهربوه لحد ما بيغمى عليه. وبعد شويه بيفوق كورت وده بعد ما ترش عليه ميه، وبيلاقي قدامه واحد اسمه توماس مور اللي بيقول له انه قدامه خيارين ملهمش تالت، وهو يا اما يتسجن او يخوض قتال ممد ضد الراجل بتاعه، لكن كورت بيرفض، فبيتعصب توماس وبيأمر واحد من رجالته انه يضرب كورت، وبعدها بيقول له ان مراته لوي هتموت لو اتجرأ ورفض مره تانيه، وبعدها بياخده وبيوريه الراجل اللي المفروض هيقتله واللي بنعرف ان اسمه مونغاكات، وبيقول توماس لكورت انه لو نجح في هزيمه مونغاكات هيكسب $1,000,000، لكن لو رفض هيتسجن مدى الحياه بسبب قتله للمعلم تونج بو، وكمان مراته لوي هتتقتل. وفي تاني يوم بيكون كورت شغال مع باقي المساجين، لكن فجاه بيتجمع عليه المساجين وبيدخلوا معاه في قتال عنيف، لكن كورت بيكون قوي وبيقدر انه يهزمهم كلهم، وبسبب اللي هو عمله ده بيتقبض على كورت وبيتعاقب بالجلد. وفي نفس اليوم بالليل بيتم استدعاء كورت لمكتب توماس اللي بيزعق له وبيقول له نتسبب في مشاكل من اول يوم ليه في السجن، وانه طول ما هو في السجن هيدخل في قتالات مع المساجين، وده لانه حاطط على راسه جائزه قدرها $50,000، وبيعرفه انه لو فضل على الوضع ده كتير هيتعب وهيبقى مصيره الموت، وبينصحه انه يوافق على قتال مونغاكات
عشان يرحم نفسه من السجن والبهدله. لكن كورت برضه بيرفض، وده بيعصب توماس جدا وبيطرده من مكتبه وبيقول له انه هيخليه يندم على رفضه ده. وبيخرج كورت من المكتب وبيشوف 2 من الحراس وهم ماسكين موبايلات، فبيروح يخبط فيهم وبيشتمهم، وده بيخلي الحراس يتعصبوا عليه ويضربوه. وبيقدر كورت انه يستغل اللي بيحصل ده وبيسرق التليفون منهم، وبيروح بعدها يقف في جنبه وبيرن على مراته لوي وبيقول لها انه تعرض للاختطاف. وقبل ما يقول لها على مكانه بيشوفوا واحد من الحراس وبيهجم عليه وبياخد منه التليفون، وبسبب اللي كورت عمله ده بيتعاقب بالجلد للمره الثانيه في نفس اليوم، لكن المره دي بيتجلد 50 جلده. وتاني يوم وكورت ماشي في السجن بيطلع عليه واحد، ولما بيساله هو عاوز منه ايه بيقول له انه عاوز يهزمه عشان ياخد 50,000 دولار اللي على راسه. فبيضحك كورت وبيهجم عليه وبيقدر انه يهزمه ب3 ضربات بس. وفجاه بيظهر شخص اسمه براجز، واللي بيبقى متعصب بسبب ان كورت قاطع فتره تامله بالدوشه اللي هو عملها، فبيشتمه كورت وبيقول له وريني نفسك. فبيتعصب براجز وبيهجم على كورت وبينزل فيه ضرب لدرجه ان كورت ما كانش قادر حتى انه يلمسه. وبيظهر الحراس وبيقبضوا على كورت وبراجز وبياخدوهم على غرفه الجلد عشان ياخدوا عقابهم. ووقت ما كانوا بينجلدوا بيلاحظ كورت ان براجز مش بيتألم، وبيستغرب ساعتها من قوه التحمل اللي هو بيتمتع بيها. وفي نفس الوقت بتروح لوي تقابل مجموعه من زمايلها القدام من الشرطه وبتدفع لهم رشوه كبيره عشان تعرف منهم مكان كورت. فبيقولوا لها انه مسجون في السجن الشمالي بتهمه قتل المعلم تونج بو، وان المسؤول عن فتح ملف القضيه دي هو مروج القتالات توماس مور اللي ليه معارف تقيله في الشرطه. وبنرجع تاني لكورت وهو بيعالج نفسه من جروح الكرباج، وبيجيله براجز وبيقول له ان الحراس بيعملوا كده كل فتره حتى لو ما عملش حاجه عشان يكسروا عينه ويذلوه، وانه لو عاش في حاله وما عملش مشاكل هيتمسك ويتجلب برضه. فبيسالوا كورت هو ازاي يستحمل لسعه الكرباج من غير حتى ما يتحرك او يئن. فبياخدوا براجر على جنينه السجن وبيديله من هناك نبته، وبيعرفوا ان النبته دي بتضعف الاعصاب وبتموتها، وبينصحوا انه يحط منها على ظهره كل يوم وكمان يمارس تمارين التامل عشان يقدر يستحمل. وبيسمع كورت نصيحته وبياخد النبته وبيبدا يحطها على ظهره. وبيجيله براجر مره تانية وبيقول له ان في شخص عاوز يقابله عند سور السجن. فبيروح كورت على هناك وبيتفاجئ بان دوراند هو اللي مستني هناك. فبيحضنه كورت وبيسأله عن سبب تواجده في السجن، فبيقول له انه متهم بمساعدته على قتل تونج بو، وبيحكي له عن توماس اللي خطفه وجابه على هنا عشان يعرف منه مكان كورت، وانه لما رفض انه يقول له على مكانه خلاه اعمى. وبعد اسبوعين بنشوف توماس وهو قاعد مع مأمور السجن وبيقول له انهم لازم يشوفوا طريقه عشان يقنعوا كورت بالمشاركه في المباراه. فبينصحوا المساعد بتاعه انه يمسك كورت من ايده اللي بتوجعه عشان يجبره انه يلعب المباراه، وبيقول له انه عارف الطريق اللي يقدروا انهم يضغطوا على كورت بيه. وبنروح للوي وبنشوفها وهي واقفه مستنيه واحده صاحبتها اسمها رينج على محطه القطر، وبتنزل صاحبتها من القطر وبيتمشوا هما الاثنين سوا. وبتعرف رينج لوي انها شغاله محققه خاصه، فبتطلب منها لوي انها تبحث عن جوزها كورت اللي اتخطف على ايد توماس مور ورجالته. فبتطلب منها رينج انها تقابلها بعد ساعتين لحد ما تكون عملت شويه تحريات عن الموضوع. وبتمشي بعدها لوي وبتلاحظ ان في 2 بيراقبوها، فبتحاول انها تهرب منهم لكنها للاسف مش بتعرف. وفي نفس الوقت في السجن بيروح مساعد توماس لكورت وبيعرفوا ان مراته لوي تحت ايديهم، وبيطلب منه انه يفكر في العرض اللي توماس عرضه عليه ده لو عاوز يشوفها تاني. وهنا مش بيكون عند كورت اي طريقه تانيه غير انه يوافق على عرضهم عشان ينقذ مراته. وبيروح لدوراند وبيعرفوا انه هيوافق على عرض توماس. وفي تاني يوم بيروح كورت لتوماس وبيعرفوا انه موافق على دخول قتال ضد منغكات. فبيفرح توماس جدا وبيقول له انه اختار الخيار الصح، لكن كورت بيقول له انه عنده شروط عشان يوافق على المباراه، والشروط هي انهم ما يأذوش مراته. فبيوعدوا توماس ان مراته هتفضل معاهم في امان لحد ما يستلمها منهم في نهايه المباراه. وبيروح بعدها كورت لدوراند عشان يبداوا تدريبات، لكن دوراند بيغمي عينين كورت وده عشان يقوي عنده حاسه السمع. لكن كورت بيزهق من الطريقه دي في التدريب وبيروح لبراجرز عشان يتدرب معاه. وبيبدا كورت يتدرب تدريبات شاقه كل يوم، وبيخلي براجز كورت يدخل في قتالات مع المساجين اللي بيبقوا اقوى منه، وده عشان يقدر يتحمل الضربات وكمان يقوي عنده حاسه المراوغه. وفي يوم وكورت بيتدرب مع براجز بيجي لهم دوراند وبيقول لهم ان كورت مش هيقدر يهزم منجكات، وده لانه مش بيتدرب كفايه. فبيتعصب براجز وبيشتم دوراند وبيطلب منه انه يمشي، وبيتطور الموضوع لحد ما بيتخانق الاتنين مع بعض، لكن كورت بيتدخل وبيبعدهم عن بعض. وبعدها بيروح كورت يقابل توماس في مكتبه، وبيعرفوا توماس انه خلاص قرر انه يخرجه من السجن عشان يقدر يتدرب بشكل احسن. لكن كورت بيرفض وبيقول له انه عاوز يفضل يتدرب في السجن بس يكون مسموح ليه هو والمدرب بتاعه دوراند انهم يخرجوا في اي وقت. فبيوافق توماس وبيخرج كورت ودوراند من السجن تاني يوم عشان يتدربوا على الجري. وبالليل بيطلب دوراند من كورت انه يركز جدا في تدريباته الفتره الجايه وينسى اي حاجه حصلت او هتحصل. وبعدها بيطلب دوراند من مساعد توماس انه يشوف منجكات، فبيوافق مساعد توماس وبياخده وبيروحوا للمكان اللي فيه منجكات، واللي بنلاحظ ان بيتم حقنه بهرمونات عشان يبقى قوي بالشكل المرعب ده. وبيبدا منجكات يتدرب وبيبقى دوراند واقف يسمع ضرباته واللي بتبقى قويه جدا، لكن دوراند بيلاحظ ان العملاق ده مش متحصن بشكل كامل، وده لانه اتاثر بضربه اخدها تحت دقنه وقت ما كان بيتدرب
بيتدرب. وفي نفس الوقت بيكون توماس بيتدرب مع واحد من رجالته على المبارزه بالسيوف، وبيدخل عليهم دوراند وبيطلب من توماس انه يلغي القتال ده وانه على استعداد انه يقاتل مونجاكات مكان كورت، لكن توماس بيقعد يتريق عليه وبيقول له انه مجرد شخص اعمى، فبيتعصب عليه دوراند وبيتحداه في مبارزه بالسيوف، وبيوافق توماس على ده وبيدخل في معركه عنيفه مع دوراند اللي بيقدر انه يهزمه بكل سهوله، وده بيعصب توماس جدا وبيقول له ان المباراه لسه في ميعادها وبينصحه انه يدرب كورت. وبتمر الايام وبيزيد كورت من تدريباته وده عشان يوصل للياقه اللازمه، وبيقول له بريجز ان مش لازم يبقى قوي عشان ينتصر على مونجاكات، لكنه لازم يبقى ذكي وماكر عشان يقدر ينتصر عليه، خصوصا انه اقوى منه بمراحل. وفي يوم بتنجح رينج بانها تتسلل السجن وبتعمل نفسها كانها جايه عشان تخدم كورت، وبتقابله وبتعرفه على نفسها وانها صديقه مراته لوي، وبتقول له انها هنا عشان تساعده. وبيستمر كورت في التدريبات لحد ما مستواه بيتحسن اكتر عن الاول، لكن مستواه ده مش بيكون عاجب دوراند اللي بيقول له انه هيموت في لمح البصر لو واجه مونجاكات، فبيقول له كورت انه قتل تونج بو، فبيتعصب دوراند عليه وبيقول له ان مونجاكات اقوى 4 اضعاف من تونج بو، وده لان تونج بو كان سر قوته بيعتمد على التدريب والتامل، اما مونجاكات فقوته بتعتمد على الهرمونات والمنشطات اللي حولته لوحش مفترس. فبيطمنه كورت وبيقول له ان عنده خطه عشان يفوز في المباراه. وفي تاني يوم الصبح بيبدا كورت يتدرب بالسيف مع رينج، واللي بيبان هي قد ايه قويه وماهره في استخدام السيوف، وبيلاحظ وقتها شخص على ايده وشم نفس الوشم اللي كان موجود في الفيديو اللي المساعد توماس ورهوله، وبيستنتج وقتها انه اكيد يعرف مكان مراته، وبيطلب من رينج انها تساعده في الخطه اللي هينفذها بالليل. وبالليل بيخرج كورت ودوراند من السجن وبيروحوا على الحنه اللي راحوها مع بعض قبل كده، وبيطلب دوراند من منظم القتالات انه يحط كورت في قتال، وبيوافق منظم القتالات وبينزل كورت للحلبة وبيبدأ القتال ما بينه وبين خصمه في الوقت اللي بيسيب دوراند المكان وبيمشي، وبيروح يسرق تليفونه وبيتصل على ابنه ترافيس، وبيستمر القتال ما بين كورت وخصمه لحد ما بيقدر انه يخلص عليه وبيتمكن من هزيمته وبيكسب الرهان، وبيدي كورت فلوس الرهان لرينج اللي بترمي الفلوس على الارض عشان تخلي الناس تتجمع عليها، وبيتجمع الناس حوالين الفلوس وبيتخانقوا مع بعض عليها، وبيستغل كورت الزحمه اللي حصلت دي وبيضرب الحارس اللي كان معاه وبيشيله وبيخرج من المكان. وبيوصل ترافيس ابو دوراند للمكان وبياخدهم مع عربيته وبيهربوا، اما دوراند فبيقرر انه يفضل في المكان عشان يشتت رجاله توماس. وفي الطريق بينزل كورت في الحارس ضرب لحد ما بيقول له على مكان مراته. وفي تاني يوم الصبح بيوصل كورت للمكان وفجاه بيعمل الحارس لواحده يعرفها حركه بتعرف منها انهم في خطر، وبيبدا بعدها كل رجاله توماس يظهروا وبيهجموا على كورت وترافيس اللي بيدخلوا معاهم في قتال عنيف وبيقدروا انهم يهزموهم بكل سهوله، لكن بيبقى الحارس قدر انه يهرب منهم وبيركب مركب، وبسرعه بيركب كورت عجله وبيبدا يطارده لحد ما بيسيب الحارس المركب وبيروح يركب القطر اللي بيكون اتحرك، لكن كورت مش بيستسلم وبيفضل يطارد القطر لحد ما بينجح في انه يدخله، وبيكمل بعدها مطارده في الحارس لحد ما بينط الحارس من فوق القطر وبينط كورت وراه وبيقدر انه يمسكه وبياخده وبيروح للمكان اللي مراته محبوسه فيه وبيكلبشه في العربيه، وبيطلع هو ورينج وترافيس للشقه اللي مراته محبوسه فيها، ولما بيطلع بيلاقي توماس في الشقه ومعاه بنتين، وبيسلط توماس البنات على كورت وبيأمرهم انهم يقتلوه، وبيدخل كورت معاهم في قتال شرس لحد ما بيتمكن من قتلهم، وبعدها بيدخل للاوضه اللي مراته فيها وبيلاقي جواها 2 بمسدسات بيثبتوهم، لكن كورت بحركه سريعه بيتمكن من انه يقضي عليهم وبياخد مراته وبيحاول انهم يخرجوا من المكان، لكن وفي طريقهم للخروج من المكان بيظهر توماس هو ورجالته، وبيجي مونجاكات من ورا كورت وبيقول له انه ما ينفعش يكون هنا دلوقتي، فبيهجم عليه كورت وبيضربه بالرجل في وشه، لكن للاسف ضربته دي مش بتاثر فيه، وبيهجم مونجاكات على كورت وبينزل فيه ضرب، لكن وفي وسط ما هو بيضربه بتدخل لوي عشان تدافع عن جوزها، لكنها بتنضرب مكانه وبتقع على الارض، وساعتها بيتعصب كورت وبيقول لمونجاكات انه هيقتله في اي وقت وفي اي مكان وانه هيدفعه ثمن اللي هو عمله ده غالي قوي، وبيتم نقل لوي على المستشفى وبيفضل كورت ودوراند جنبها لحد ما بتفوق، وبتقول لوي لكورت انها خايفه عليه، لكن كورت بيقول لها انه لازم يقتله عشان يرجع حقه وحقها، وبعد ما بيطمن كورت على مراته بيرجع تاني هو ودوراند لتدريباتهم، وبيقول له دوراند على نقطه ضعف مونجاكات واللي بتكون فكه، وبيطلب منه انه يركز ضرباته على الفك لانها اضعف جزء فيه، وبيجي ميعاد المباراه وبيتجمع عدد ضخم من الجماهير في الحلبه واللي بتبقى في معبد النهر مكان سكن المعلم تونج بو، وبيدخل كورت ومونجاكات للحلبه وسط ترحيب وتصفيق الجمهور في الوقت اللي بيكون توماس بيجمع فلوس الرهانات، وقبل بدايه المباراه بيبدا مونجاكات يستفز كورت وبيقول له انه لما يقتله هيحتفظ بمراته الجميله لوي، وبتبدا الجوله الاولى وبيهجم الاثنين على بعض، وبيحاول كورت انه يضرب مونجاكات في فكه، لكن مونجاكات كان ذكي وبيقدر انه يتفادى الضربات دي كلها، فبتيجي الكورت فكره تانية وبيبدا يستهدف رجول واجنام مونجاكات، لكن ولا ضربه من اللي هو بيضربها بتاثر فيه، وبيمسكه مونجاكات وبينزل فيه ضرب لحد ما بيخليه يفقد قوته وبيقع بدماغه على حجاره، وبيروح له دوراند ولوي مراته عشان يطمنوا عليه، وبيبداوا يرشوا عليه ميه وبيفوقوه، ولما بيفوق بيطلب منه دوراند انه ما يقربش من الوحش مونجاكات ويحاول على قد ما يقدر انه ما ينضربش منه لحد ما تجيله الفرصه المناسبه ويضربه في فكه، وبتبدا الجوله الثانيه وبيكون القتال فيها بالسيوف، وبيبدا الاثنين يبارزوا بعض، لكن مونجاكات بيضرب كورت بالرجل فبيوقعه على الارض، وبيبقى هيخلص عليه بالسيف
لكن كورت بيقدر انه يهرب منه في الوقت المناسب، وبعدها بيهجم عليه وبيضربه في فكه. واخيرا بيبدا مونجاكات يتاثر بضربات كورت، لكن للاسف بيقدر مونجاكات انه يستجمع قوته بسرعه وبيهجم على كورت لحد ما بيوقعه على الارض، وبيمسكه وبيرميه باقصى قوته على العمود، فبيقع كورت على الارض ومش بيقوم تاني. وبسرعه بيدخل الطبيب للحلبه وبيكشف على كورت وبيقول لهم ان قلبه توقف عن النبض ومات. وبتنهار ساعتها لوي وبتجري عليه وبتحضنه وبتحاول انها تقومه، لكن للاسف مش بيكون في فايده، فبتروح جري تجيب حقنه منشطه من بتوع مونجاكات وبتحقن كورت بيها. وفي اللحظه دي بيرجع قلب كورت يدق من تاني وبيفوق، وهنا بيبدا الجمهور يضاعف الرهان على كورت، وده لانه بيبقوا واثقين من فوزه. وبتبدا جوله جديده وبيكون فيها كورت مغمى عينه، وبينزل ساعتها على مونجاكات ضرب وهبد ورزع لحد ما بيقدر انه يهينه ويوقعه على الارض، وبعدها بيشيل القماشه من على عينه وبيهجم على مونجاكات وبيفضل يضربه في فكه، لكن مونجاكات بيقدر انه يمسكه وبيحاول انه يغرقه في البحيره. وفي وقت ما بيكون كورت تحت الميه بيفتكر لحظه موت اخوه إيريك على ايد المعلم تونج بو، وساعتها بيخرج من تحت الميه وبيربط الجنزيره على ايده وبينزل ضرب في مونجاكات لحد ما بيقضي عليه خالص. لكن مونجاكات الخاين بيطعنه بسكينه في جنبه، وفي اللحظه دي بيتعصب كورت جدا وبيلف الجنزير حوالين رقبته وبيفضل يخنق فيه لحد ما بيموته. وبيتم بعدها اعلان كورت بطل في الملاكمه التايلانديه، وبيوصل خبر انتصار كورت لزميله بريجز اللي بيفرح جدا بنجاح صاحبه. ولحد هنا بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.